السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يشتاق إلى رضا الله ويتمنى أن يرى أثر محبته في حياته، هل تساءلت يوما كيف تعرف أن الله راض عنك؟ وكم مرة رأيت التوفيق في حياتك فخفت أن يكون استدراجا، أو طال البلاء فخشيت أن يكون غضبا؟ في هذا اللقاء المبارك سأحدثك عن 5 علامات إن ظهرت في بيتك فاعلم أن الله قد أحبك. فانصت جيدا، لأن ما ستسمعه قد يغير نظرتك لحياتك كلها. والآن دع قلبك ينصت لحديث عظيم يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، يفتح لك بابا لفهم محبة الله لعباده. إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فمحبة الله لك هي أعظم نعمة وأعلى كرامة وأرفع منزلة قد تنالها في حياتك. وقبل أن نبدأ في ذكر العلامات، صل على من كانت صلاتك عليه سببا في صلاة الله عليك صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ بالعلامة الأولى: مولودة تنزل معها الرحمة. فإن من علامات رضا الله على البيت أن يرزقه بأنثى، لا كابتلاء بل كرامة ورحمة وباب عظيم إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية أخرى: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. العلامة الثانية: غياب الخصومات والمشاحنات من أجواء البيت. فحين ترى أن الخلافات لا تطول وأن القلوب لا تحمل الأحقاد، فاعلم أن لهذا علامة، وأن للرضا الإلهي أثرا قد نزل. البيوت التي رضي الله عنها تصفى فيها القلوب، وتطهر فيها النوايا، وتزين فيها الألسنة بالكلمة الطيبة. وإن اختلف أهلها لم يتعادوا، وإن غضب أحدهم عاد بسرعة إلى الصفح، وكأن الرحمة تسكن بين أركانهم. هذه الروح المتسامحة ليست مصادفة، بل هي من نعم الله التي يمن بها على من أحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فصلاح العلاقات داخل البيت ليس أمرا ثانويا، بل هو عبادة عظيمة ودليل على أن الله قد ألقى في القلوب نورا يطفئ به نار الفتن. وإن الشيطان لا يفرح بشيء كما يفرح بالشحناء. العلامة الثالثة: سهولة الطاعة وراحة العبادة في البيت. فإذا وجدت أن الصلاة لا تثقل عليك، وأنك تتوضأ دون كسل وتقوم إلى الله دون جهد، فاعلم أن هذا ليس أمرا عاديا، بل هو أثر من آثار رضا الله عليك. فمن أحبه الله قرب إليه الطاعة وشرح لها صدره ويسر له سبلها، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. العلامة الرابعة: بركة لا تقاس بالأرقام ولا تفسر بالحسابات. فالبيوت التي رضي الله عنها ترى البركة تحيط بكل شيء ولو بدا قليلا في أعين الناس. قد يكون المال محدودا لكن لا فقر، والطعام بسيط لكنه يكفي ويشبع، والوقت قصير لكنه يمضي بخير ونفع ورضا. هذه البركة لا تأتي صدفة، بل هي فضل من الله ينزله على من رضي عنهم، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركة إذا دخلت بيتا عوضت عن قلة المال، وسدت مسد الغنى، وجعلت القليل كافيا والمحدود مباركا. العلامة الخامسة:
سكينة عجيبة تملأ البيت، تشعر بها دون أن تدرك السبب، وكأن نورا خفيا يسكن الزوايا ويغمر الأرواح. لا صخب في القلوب ولا ضيق في الصدور، بل طمأنينة يلقيها الله في بيوت أحبها. وقال الله جل وعلا: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالسكينة ليست شعورا داخليا فحسب، بل هي عطاء إلهي ينزل على من رضي الله عنهم. والبيت الذي تتنزل عليه السكينة هو بيت طاهر لا يرى فيه المنكر ولا يسمع فيه أذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فدل ذلك على أن البيوت التي تخلو من المعاصي تهيأ لنزول الرحمة والسكينة. وإذا سمع في البيت ذكر الله واستفتح صباحه بالحمد والاستغفار فإن القلوب تهدأ. وقد قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلك الطمأنينة يلمسها حتى الضيوف ويشعر بها كل من دخل، فهي نعمة لا تشترى ولا تزيف، بل فضل من الله لا يهبه إلا لعباده المقربين. قد تقف بعد هذه العلامات وتتساءل: هل بيتي من تلك البيوت التي أحبها الله؟ هل أنا ممن أنعم الله عليهم برضاه؟ الجواب بينك وبين الله، في قلبك، في سلوكك، وفي علاقتك بأهلك وبيتك. ابدأ من الآن، أصلح ما بينك وبين الله وسيصلح لك كل شيء. فمن أرضى الله أرضاه الله، وفتح له أبواب الرضا من حيث لا يحتسب.